في يوم من الأيام أحد العلماء الشيعة في يوم من الأيام يقول أنا بالحج يقول مريت على أهل البقيع، قمت أبكي، السلام على أهل البقيع، السلام على الباقر، على الصادق، على الحسن. مو يقول يم واحد شايف ذول الام بي 3، يم واحد ام بي 3 باب أول، لا تشرك يا حاج لا تشرك. قلت له عمي دقيقة شكو، هذا إمامي دا أسلم عليه، أنت وين مخلي خشمك؟ ما تقول لي وين؟ قال لي هذا لا يضر ولا ينفع، خليك وياي، هذا اللي سلم عليه لا يضر ولا ينفع. الرجال راد يقطع الطريق عليه، راد يلقى الحجة. سوى هذا الناصب الوهابي، سوى طلع له قلم قال له شوف يا حاج، يقول للمرجع الشيعي، قال له شوف هذا القلم راح اذبه بالقاع واصيح يا باقر يا صادق انطونا القلم. بالله خلينا نشوف ينطوني اياه. هم طلع القلم مالته وشمره، صاح يا صادق يا باقر اعطينا القلم. شنو يشتغلون عندكم؟ المهم على قد عقله على قد مستوى المرجع، لأنه ذكي ولأنه تخرج من مدرسة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، قال له بالله بعد أخوك اعطيني القلم. طال القلم نفسيته مو، قال له انطيني القلم، انطى القلم شمره بالقاع، ساح يا الله إلهي انطيني القلم. قال له شو الله ما موجود غير ينطيني القلم. فت قياسات تعبانة مو. هسه أنا شمرت القلم أقول له يا الله انطيني القلم، الله يشتغل عندي، يقول له حرك ايدك حرك رجلك مو. هسه انا من شمرت القلم واصيح يا صادق يا ابا عبد الله انطيني القلم، هي هاي حجه؟ هاي لو لعب مع الصبيان هذا مو صحيح. خلي يسمعوني من خلال الكاميرا.